السلام عليكم. راح أعلمكم اليوم شلون تسوون ميك اب لجلترز باللون الذهبي نفس الصور اللي قاعدين تطالعونها. نبدي بالكونسيلر. الكونسيلر نتأكد انه مو مخطط تحت العين عشان نقدر نثبتها بالبودرة الحرة. استخدمت هني هذه اسمها باف، موجودة في مراكز التجميل. بعدين أحط مثبت على الأماكن اللي أبي أحط عليها الشادو. أوزع المثبت، بعدين أحط الشادو الكريمي بالدرجات اللي أبي أستخدمها بالشادو العادي عشان تطلع لي لونه. حطيت الدرجات اللي أبيها، أوزع الشادو الكريمي بأصابعي أو بالفرشة الصناعية أو الشعر صناعي. عقب هني حطيت على الجفن المتحرك شادو باللون الذهبي. الشادو يكون بيز حق الجليترز، يعني لازم هلا طاح الجليترز يكون البيس موجود اللي هو بنفس اللون. حطيت إضاءة باللون الأبيض المايل على الذهبي، وأتأكد إن أنا قاعدة أدمجها مع باقي الدرجات. تلاحظون الخط اللي بين الأبيض وبين الأسود بالفرشة، قاعد أحاول أمحي وأسوي دمج، وهذه فايدة الدمج. الحين نبدي نحط الألوان. نبدي باللون البني بما أن البني وايد حلو مع درجات الجولد. أركز اللون على المنطقة اللي بديت فيها، وبعدين أخفف إيدي وأنا رايحة لورا. أركز اللون نفس الطريقة بلون بني غامج، وهم وأنا إيدي خفيفة أسحب اللون البني لبرا بشكل أفقي، وأدمجه أتأكد إن دمجي ممتاز. ما أخلي شادو يعني متوزع بطريقة مو حلوة، أو يعني تلاحظون هني ما في فرق بين الألوان، كأنهم مندمجين مع بعض، الحدود بينهم مو موجودة. الشادو البني أقدر أحطه تحت حواجبي من قدام، هالشكل يوسع لي عيني بطريقة معينة، بدل ما أحط الإضاءة ما تنحط من بداية الحاجب. الحين دور الشادو الأسود، قاعدة أزيد من التدرجات بعيني بفرشة القلم أو بنسل براش. قاعدة أوزع اللون عشان شنو؟ أبي أحط لون أسود شوية عشان يبين الذهبي، يبين الأسود، ويبين البني. الحين دور المشمشي، حسيته حلو مع باقي الدرجات وصدق طلع حلو. هذا المشمشي من حنان دشتي من المعرض خذيته. هذه الفرشة فرشة 217، هي فرشة الخاصة بالدمج من ماك، وايد حلوة وأنصح المبتدئات فيها. قاعدة أدمج اللون المشمشي عدل. هذه الخطوة وايد مهمة، هي خطوة الإضاءة. الإضاءة أكثر منها على طرف الحاجب. كثرت منها، تأكدوا أن تجيبون الإضاءة لداخل مع باقي الشادوات. ليش؟ إحنا ما نبي نوصل الشادوات البني والمشمشي للأذون، بس إحنا نبي نعطي إيحاء إن الشادو ممدود لورا. هذا الإيحاء يصير بهالطريقة، تحطين شادواتك، بعدين تحطين الإضاءة باللون الأبيض وتدخلينه لداخل. حطيت الكحل باللون الزيتي داخل العين، والحين قاعدة أوزعه بفرشة أنجل براش من ماك، رقمها أعتقد 266. أوزعه عشان لا يصير الكحل متكتل تحت عيني، أبيه مندمج وناعم تحت العين ومسحوب. أبيه يكون مع سحبة العين مع باقي الألوان، متمازج مع البني بنهاية العين. أسحبه لبرا، طبعا ما بيوصل للحاجب، يعني بس لحظة السحبة تكون صغيرة، وأتأكد إن أنا قاعدة أمزجه عدل. راح أوقف مزج لما أحس الشادو مرتب صار تحت عيني. وهني بداية عيني تأكدت إن حاطة من الكحل الزيتي. الحين دور الجليترز، حطيت صمغ جليترز، جل جليترز من كريولان، وزعته بالفرشة المطاطية من سيفورا. حطيت طبقة بسيطة، لا تكودون، وبالفرشة اللي اوريدي فيها صمغ غطستها بالجليترز عشان ما ينثر من علبة الجليترز لمع عيوني، وقاعدة أضغط بالجليترز عشان ألزقه على عيوني. الضغط يخلي الجليترز ثابت على العين، ما ينزل على الرموش
والوي طبعا قد ما نقدر، يعني هو راح ينزل بس راح ينزل شوية. قاعدة أتأكد من الجليترز موجود على كل مكان من بداية العين لنهايتها. هني راح أحط ايلاينر بشكل سريع بس أتأكد إن الايلاينر ماشي على الجليترز، لأن غالبا الايلاينر ما يمشي على الجليترز. فهذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية تتأكدون إن اللون أسود عدل فوق عينكم. يعني مشينا على الايلاينر الأول، ايلاينر ثاني غامج حيل، هذا الايلاينر اللي استخدمته محمود سعيد. لا تخافون من الرسمة لأن للحين في تضبيط بعد أكثر من كذي، مو لازم تكون الرسمة مضبوطة 100%. هني قاعد أعدل السحبة. أرد باللون البني لأن لاحظت التفخة للحين موجودة، أثقل باللون البني وأدمجه لبرا. لا تنسون دمج، نتأكد من الدمج. والحين شادو باللون الزيتي فوق القلم الزيتي عشان نثبته. هذا شادو من ميك اب فوريفر، شوي فيه لمعة. الفرشة وهي يعني الشادو نركزه على من تحت العين، والبقايا نسحب لي برا. يعني لاحظوا على الطرف مو لون زيتي 100%، بس من تحت العين 100% زيتي وثقيل وقوي كثيف اللون. أرد أحط اللون المشمشي لأن مع الإضاءة راح تقريبا اللون المشمشي وايد عاجبني، أبي يظل موجود. هذا المشمشي فيه لمعة شوية، أتوقع بالصورة اللي فيها فلاش مبين فيه لمحة مشمشي وردي بالميك اب. هذه الخطوة خطوة التنظيف. تاخذون فرشة تغمسونها بكومباكت باودر تترسونها. ليش؟ لأن أبي أحطها، أبي أنظف فيها الميك اب، أبيها بالبودر اللي موجود يلقط الجليترز والوسخ اللي طايح تحت العين، يعني كأني قاعدة أنظف الميك اب. أتأكد السحبة نظيفة. الكومباكت باودر هني اللي مختارتها أفتح من درجتي بدرجتين أو 3 درجات عشان يعني تخلي منطقة تحت العين اللي هي السحبة منورة. أرد أحط إضاءة. هني الإضاءة اللي استخدمتها إضاءة ثانية لونها مايل، يعني أبيض مايل للوردي، حسيته أحلى مع الميك اب. دخلت الإضاءة من قدام العين تنور لي المنطقة. هني بس تأكدت إن الآيلاينر مضبوط. ممكن اللي تسوي الآيلاينر من البداية مضبوط، ما تحتاج إنه كل شوي تعيد عليه. الحين الرموش، صمغ الرموش نستخدمه اللون الأبيض لأنه راح يصير شفاف، واللي شاطرة تستخدم الأسود. حطيت صمغ الرموش على طرف الرموش من فوق، انطره ينشف دقيقة دقيقتين على حسب الصمغ. ليش نبي ينشف أو مو ينشف يصير دبق؟ عشان من تحطينه يلزق، ما يعفس الدنيا رايح الرموش تروح فوق وتحت. نثبت من الطرف من الوسط عفوا، بعدين الطرف الخارجي، بعدين الطرف الداخلي. أنا أستخدم الملقط يخليني أتحكم بالرموش أحسن. أضغط على داخل أثبت الصمغ على جفني. الرموش أحب أحطهم على الجفن مو على الرموش عشان لا يخربون لي رموشي الطبيعية. هني قاعدة ألون الرموش لأن فيهم صمغ، قاعدة ألون الصمغ الأبيض بالآيلاينر. رسمت حواجبي بالطريقة اللي علمتكم إياها، ولبست عدساتي من كلر فيو، وحطيت المسكرة، وهذا الشكل النهائي. إن شاء الله يكون عجبكم الميك اب. لا تنسون تسوون لايك سبسكرايب وحطوا لي كومنت، أي شي تبونه تحتاجونه أنا حاضرة. ومشكورين، يعطيكم العافية.